بيبدأ فيلمنا مع واحدة اسمها ماليسيا وهي ماسكة رواية لمستر بانسي، والرواية دي بتتكلم عن أرنب بيدور على مزرعة للحيوانات اللي بتقدر تتكلم مع الإنسان عشان يعيشوا في سلام. وفي الآخر بتقول إن حكاية مستر بانسي دي مجرد خيال، إنما القصة الحقيقية بتبدأ مع القط موريس، واللي بيبقى واقف مع أهل المدينة وعمال يتكلم معاهم ويقول لهم عن مخاطرة انتشار الفئران، وإن فار واحد بس ممكن يجيب ليهم مرض الطاعون، وبيبقى الكل بيدور على حل للفئران دي. فبيجي الحل مع العازف اللي بيدخل عليهم، واللي بيلاقوا ان كل الفئران بتتجمع حواليه وبيمشوا وراه، واهل المدينه وقتها بيدوله فلوس عشان بيساعدهم يتخلصوا من الفئران. والعازف ده بيفضل ماشي لحد ما بيروح عند البحيره، وقتها الفئران كلها بتنط في البحيره دي وبيموتوا، وكده بيبقى ناجح انه يخلص اهل المدينه من الفئران. وبعدين بنشوف الفئران بعد ما طلعوا من الميه وبيحاولوا انهم ينشفوا نفسهم، وبيقولوا انها كانت فكره غبيه جدا انهم ينطوا في البحيره. وبنعرف ان العازف اللي اسمه جيف هو كمان كان متفق معاهم. تدخل على موريس فارة اسمها بيتشز وبتقول له ان الحاكم بتاعهم مش عاجبه الوضع ده، وبيدخل عليهم الحاكم اللي اسمه بانز وبيقول له ان هو اخلاقهم ما تنفعش انهم يخضعوا البشر. في الوقت ده بيحس موريس ان هو اصلا كان غلطان ان هو بيساعدهم، وبيقول لهم ان هم طلبوا منه انهم عايزين يلاقوا جزيرة الفردوس. وقتها الفار بانز بيطلب رواية مستر بانسي وبيفضل يقلب فيها، وبيقول ان الحيوانات في الرواية هنا لابسين لبس كويس واقفين على رجلهم، وان علاقتهم بالبشر بقت كويسة جدا، وده هدفهم من الاول. فبيضحك عليهم موريس وبيقول لهم هم عشان يقدروا يوصلوا للجزيره دي محتاجين يجيبوا مركب، وعشان يقدروا يجيبوا المركب محتاجين فلوس، والفلوس دي مش هتيجي غير بالخدعه اللي هم بيعملوها في البشر. فبيوافي وقتها بنس ان هم يجربوا لاخر مره. وبعدين بنشوف ماليسيا وهي بتقول ان القط موريس ما حاولش انه يكلم قطط تانية لان محدش هيرد عليه، وبتقول ان هو بيستغل الفئران دي عشان عاوز يبني لنفسه بيت ويعمل حفله تقاعد. وبعدين بنروح لعمدة المدينة وهو قاعد بيهني صائد الفئران ان الحمد لله ما عادش فيه ولا فار، بس في مشكلة تانية ان الاكل بقى بيختفي من المدينة بشكل غريب، وهو طبعا بيربط اختفاء الاكل اكيد له علاقة بالفئران. فبيدخل عليهم شخص غريب جدا وبيقول للعمدة ان مفيش اي علاقة باختفاء الاكل بالفئران، وبياخدوا كل الفلوس الموجودة على الترابيزة وبيسيبوه ويمشوا. وبعدين بنشوف الفئران وهي واقفة في مكان الصرف وبتقسم نفسها بقيادة الفار داركتان، وبيبقى داركتان مستغرب ان هم لحد دلوقتي ما قابلوش اي فار تاني في المواسير، وان ازاي مدينه كبيره زي دي ما فيهاش فئران غيرهم. ولكن وقتها بيحذرهم انهم ياخدوا بالهم ان هم يبقوا الفار التاني، لان الفار الاول ده بيبقى ضحيه المصيده. وبعدين بنشوف جيف معاه موريس وماشيين في المدينه ومبيبقاش في اي اكل موجود جوه، وبيدخل جيف البيت بتاعه وبيلاقي ان كل الاطباق فاضيه، وفجاه بتظهر ماليسيا واللي بتكون بتحب المغامرات جدا، وبتفضل تضغط على جيف لحد ما بتفهم منه ان موريس قط متكلم، وبتحط له اللبن عشان ياكل. وفي نفس الوقت بنلاحظ الفار ساردنس خارج من المواسير، والفار ده بيحاول ان هو يرقص بطريقه مضحكه عشان يقدر يحمي نفسه منها لانها كانت عاوزه تضربه. وبعدين بتفهم ان ساردنس فار متكلم هو كمان، وبتحاول ماليسيا تجمع الكلام كده في مخها عشان تفهم الوضع. وهنا بتفهم ان مادام في فار واحد بيتكلم فاكيد في فئران كتير زيه بيتكلموا، ومن الاكيد برضه ان الفار ده يبقى صديق القط موريس واصحاب جيف، وان في وباء انتشر في المدينه بسبب الفئران، وجيف هو اللي جه انقذهم. وفهمت من هنا ان هو والفئران وموريس عصابه واحده وبينصبوا على الناس، وبيبقى كلهم قاعدين في حاله صدمه ان هي ازاي عرفت كل ده بمجرد التخمين بس. وبتسال ماليسيا ساردنس هو ازاي بقى بيتكلم، فبيقول لها ان هم كانوا دايما بياكلوا من الزباله، وان في جامعه كانت بتدرب على السحر وقتها فكانوا بيحدفوا عليهم حاجات من دي، ومع الوقت الحاجات دي خلتهم يعرفوا يتكلموا. فبتبدا تقول لهم ان هم لازم يحلوا اللغز بتاع اختفاء الاكل من المدينه بتاعتهم، لان مع اختفاء الفئران الاكل بتاعهم كمان اختفى. وبتقول لهم ان لازم حد يتجسس على صعيد الفئران عشان يعرفوا هم ناويين على ايه، وبتتنكر هي كمان وبتنضم للفريق بتاعهم، وبيوصلوا لبيت صعيد الفئران وبتحاول انها تفتح الباب ببنسة، وفعلا بتنجح وبتدخل وبتلاقي اوضه صغيره ومكركبه جدا، ومن كتر ما هي متاثره بالروايات الخياليه قالت اكيد لازم يكون هنا في باب سحري عشان يطلعهم على مكان تاني. وفضل تدور على الباب ده، ولكن بتلاقي بدل الباب ده حفره صغيره في الحيطه موجوده للفئران، وبتستغرب الحفره دي ليه موجوده في بيت صائدي فئران. وبتفضل تدور في المخبأ ده لحد ما بتمسك بايديها حاجه، ولما بتيجي ترفعها بتتفتح الارض اللي واقف عليها جيف وبيقع فيها، وبنفهم هنا ان هي كانت تخمينها صح وان في باب سري. وبعدين بنشوف الفئران وهم ماشيين وبيبقوا جعانين جدا ومش بيرضوا ياكلوا من المكان اللي مات فيه فار قبل كده، وبيلاقي داركتان ان في مصيده كبيره فيها حته جبنه، فبيحاول يفك زرار الامان لكن ما بيقدرش، فبيجيب فار حديدي عشان هو اللي يروح ويجرب بنفسه، ولكن مش بيرضى وبيهرب هو كمان.
وفي الوقت ده وهو بيشده من ديله بيترمى على المصيده وبتقفل عليه المصيده، وبيبقوا مستغربين ان المكان ده فيه مصيده فيران احترافيه بالرغم ان مفيش ولا فار. وبنشوف بعدين جيف وماليسيا ونورس وهم بيستكشفوا البدروم اللي هم فتحوه، وبيتفاجئوا بوجود كميات كبيره من الاكل اللي متخزنه جوه اوضه، وفهم وقتها ان هم كانوا بيسرقوا الاكل من البلد. وبياخد باله موريس ان في فار، فبيروح يهجم عليه وبيلاقيها الفاره بيتشز وبتقول انهم في مشكله كبيره وان داركيتان اتحبس في المصيده وان هم محطوطين في فخ كبير. وبيظهر صائد الفيران من وراهم وبتقول لهم ماليسيا انها عارفه انهم اللي ورا كل ده. فبيروح صائد الفيران بسرعه يمسكوا الفيران وكل اللي موجودين وبيمسكوا ماليسيا وجيف، لكن وقتها موريس بيقدر ان هو يهرب منهم، لكن ضميره بيأنبه فبيقرر ان هو يرجع يساعدهم. وبيلاقوا ان صائد الفيران حبسوهم كلهم في قفص من حديد، فبيساعدهم موريس على الهرب. ولكن المشكله ان الفار سيرجنس بيكون اخدينه للمكان اسمها حفره، والمكان ده بيحطوا فيه كلب مع مجموعه من الفيران وبيفضل يجري وراهم لحد ما بياكلهم كلهم، وفي الغالب ما بيطلعش منهم ولا واحد حي. وبنشوف ماليسيا وجيف وهم مربوطين وبيجوا الفيران يقطعوا الحبل وبيحرروهم. وبتقول ماليسيا ان كل اللي حصل ده كان مكتوب في روايه مستر بانسي مع انها روايه مش حقيقيه. فوقتها الفاره بيتشز بتزعق في موريس وبتقول ان هو كمان كان عارف من اول ان الروايه دي مش حقيقيه، لكن هو كذب عليهم وقال لها انها حقيقيه عشان يساعدوه. وبتجري من المكان وبتمشي بسرعه وبيروح وراها بانز وبيفضل يجري وراها في المواسير، وبيبقوا حاسين ان في حد معاهم لحد ما بتظهر ايدين وبتخطف باتشز. وبعدين بنروح لصائد الفيران وبيقول لهم جيف ان هم حطوا لهم سم في الشاي اللي هم شربوه، وفعلا بتبتدي ان هم بطنهم توجعهم، ولو عرفوهم الحقيقه هيجيبوا لهم الترياق اللي هيشفيهم. فبيبتدي يسالوهم هم بيعملوا ايه بالفيران دي، فبيقولوا لهم ان هم بياخدوا الفيران دي وبيودوهم لملك الفيران. وقتها موريس اول ما بيسمع الاسم ده بيتخض جدا وبيقول لهم ان هو مش هيقدر يكمل معاهم بعد كده، لان ملك الفيران ده بيبقى عباره عن فيران كتير متجمعه مع بعض وبيكونوا شخص قوي وواعي جدا عن الناس التانية الموجوده، وشكله بيبقى مخيف جدا. فبتقول لهم ماليسيا ان هم ممكن يروحوا الغابه المظلمه لان هي دي اللي هتبقى الطريقه الوحيده اللي هيعرفوا يسيطروا عليها على ملك الفيران بالمزمار اللي موجود مع الراجل الاحمر. وفي الوقت ده داركيتان والفيران بيحاولوا انهم ينقذوا ساردس من الحفره اللي اكتشفوا ان هو مش هيطلع منها سليم. ولما جه الدور على ساردس قال داركيتان ان هو هينزل عشان ينقذه، ونزل داركيتان للحلبه ونزل الفار التاني وانقذ ساردس. وبعدين في الحلبه اثبت داركيتان قوته وانه قدر انه يتغلب على الكلب وهرب من الحلبه بسرعه. وبنشوف جيف وماليسيا لحد ما وصلوا الراجل الاحمر اللي بيعزف على المزمار، ان الراجل ده بيقدر يتحكم في كل حاجه عن طريق المزمار اللي بيبقى عليه تعويذه. وبيحاول جيف ان هو يتسلل بالراحه عشان ياخد المزمار من الراجل الاحمر، ولكن الراجل ده بياخد باله وبيضرب جيف يفقد الوعي. وقتها جيف لما بيفوق بتقول له ماليسيا ان هي محتاجه المزمار ده ضروري عشان ينقذوا المدينه بتاعتهم، ولكن الراجل الاحمر بيعزف على المزمار وبيبتدي يتحكم في جيف وماليسيا وبيوجههم ناحيه النار، ومش بيبقوا قادرين انهم يتحكموا في نفسهم بسبب التعويذه. ولكن فجاه الموسيقى بتتغير بسبب الفار المعدني اللي بيدخل في هدوم الراجل، وبيقدروا ان هم يخرجوا بره التعويذه وبيزقوا الراجل الاحمر على النار لحد ما بيتلسع وبيجري ينط في البير. وبعدين بنشوف بانزي وهو بيدور على بيتشز وبيسمع صوت بيقول له ان هو جوه عقله، وبيقول له ان عشان يلاقي بيتشز لازم يعدي من الماسوره اللي موجوده على اليمين. وبيدخل بانزي لحد ما بيدخل الاوضه اللي موجود فيها ملك الفيران، وبيقول له ملك الفيران ان هم شبه بعض جدا وانهم ممكن يتحدوا سوا عشان يقدروا يسيطروا على البشر ويعيشوا الفيران في سلام. لكن بانزي بيقول له ان هو غرضه انهم هم والبشر يعيشوا في سلام، وان اهم حاجه دلوقتي ان هو يطمن على بيتشز. فبيطلع ملك الفيران من الكم بتاعه وبيظهر موريس وبيضربه في وشه، فبتقع بيتشز وبينقذها موريس وبيحاولوا الثلاثه انهم يهربوا من المكان. ولكن ملك الفيران بيقول لبانزي ان هو مش هيقدر يهرب لانه عايش جوه دماغه. وبعدين بيحاولوا كل الفيران ان هم يهربوا من المكان بسرعه. وفي الوقت ده موريس بيبتدي ان هو يتكلم ويقول لهم ازاي يتعلم الكلام، وان هو في يوم من الايام اكل فار تخين جدا لانه كان جعان، وبيعتذر لهم على فعله ده لان هو في الاول كان مجرد قط بس، وبيسامحوه فعلا. وبيحاولوا انهم يهربوا من المكان، ولكن بيكون ملك الفيران واقف بره وبيحاول ان هو يجذبهم بقوته السحريه. والفيران كلها بتستنجد بموريس وبيقولوا ان هم يحاولوا يطلبوا المساعده ليه. وبيروح موريس بسرعه لماليسيا وجيف وبيقولوا لهم ان الفيران بيتعرض من الهجوم شديد من الملك. فبيحاول جيف ان هو يعزف على المزمار، لكن الملك الفيران مش بيتاثر خالص، فبيحاول مره تانية ولكنه مش بينجح برضه. فوقتها بيحاول ملك الفيران ان هو يضرب جيف، وبتروح ماليسيا وبتزعق له فبيمسكها يرميها لبعيد. فبيعتذر ليها جيف وبيقول لها ان هو ما قدرش يعمل لها حاجه وما قدرش انه يساعدهم بالمزمار. فبتقول له ماليسيا ان العيب مش في المزمار، العيب في العزف بتاعه. وبعدين بنشوف بنزي وهو بيقول لملك الفيران ان هم عايزين يعيشوا
هم والبشر مع بعض في سعاده. فبيقول له ملك الفيران ان البشر هيفضلوا بشر وهيحاولوا انهم يموتوهم في اي لحظه، وبيبتدي ان هو يجذب الفيران ليه. ولكن في لحظه بيسمعوا عزف جميل جدا، والعزف ده بيأثر على ملك الفيران، وبتبتدي ان كل الفيران تهرب وبينهار ملك الفيران. ومش بيبقى غير مجموعه فيران بيحاولوا انهم ينشروا القوه بتاعتهم، وبيثبتوا بيها كل الفيران ما عدا بنز، وبيقولوا له ان هو ينضم ليهم، ولكن بيرفض وبيقول لهم ان هو عايز يبقى في سلام بين البشر. بس بيطلب بنز من موريس ان هو عايز يكون لاخر مره قط شرس وينقذهم من الفيران دي. وبيتحول موريس وبيروح يهجم على كل الفيران وبيفك الرابط اللي بيجمعهم، وبيحاول ان هو ينقذ بنز لكن مش بيلحق ولا بيلحق حتى ينقذ نفسه. وبنشوف موريس وهو واقف مع جامع الارواح السبعه، وبيقول له ان هو كانت خبطته عربيه في الاسبوع اللي فات، وكده يبقى لسه ليه 6 ارواح، وان هو بيتنازل عن روحين، واحده تبقى ليه والتانيه لبنز. وفعلا بيسمع كلامه وبيرجع موريس لحياته، وبيرجع بنز معاه، وبيبقى كل الفيران مبسوطين برجوعهم. وبتبدا ماليسيا تحكي اخر جزء في روايه مستر بانسي، واللي بيكونوا عايشين فيها كل الحيوانات بسلام. بتخلص قصه مستر بانسي وبنروح للقصه الحقيقيه، وهي المنطقه اللي عايشين فيها اللي بتتحول لمنطقه جذب سياحي، واللي بيجي لها ناس من جميع البلدان عشان يتفرجوا على الفيران اللي بتتكلم. وبنشوف ان الفيران والبشر بقوا عايشين في سعاده وسلام. وكده يبقى فيلمنا خلص. لو اول مره تشوفوني ما تنسوش اللايك واكتبوا لي كومنت لو عجبكم، وسبسكرايب للقناه. سلام.